الرحيم. بالنسبة إلى الموازنة لا تزال متلكة في الأدراج الحكومية، وهذا التلكؤ سبب لعدم وجود تخطيط، لعدم وجود برنامج اللي يعده. لو الدليل يعني الحكومة السابقة الوزير المالية صرح قال الموازنة جاهزة. في العام الماضي شهر 11 أيضا قالوا الموازنة قريب تجي، وطلبوا تمديد، مددنا العطلة التشريعية، قدموا الموازنة، ما تقدمت. الآن احنا طبعا انا صرحت بوقتها، قلت ما راح تقدم الموازنة وراح تتلكأ يعني الربع الأول من 2023. والتلكؤات هاي بسبب ارتجالية القرارات اللي قاعد تتخذها الحكومة وفق مبدأ رد الفعل الجزئي. يعني يصير حدث رأسا اجتهدت بقرار غير مدروس، أثر على الموازنة رجعها. مثلا إلغاء ضريبة المبيعات، 560 مليار مال الموبايل، 560 مليار إيراد غير نفطي فقد من الموازنة. اعتماد سعر صرف 1300، وش استفاد من عند المواطن؟ 1300 استفادت منه طبقة فساد جديدة أنشئت ما بين البنك المركزي والسعر الموازي. هنا ياخذ ب 1300 ويبيع ب 1500 وكسر. فلذلك هاي الطبقة تريد ديمومة هاي الحالة، وهاي الطبقة من وراها ومن يقفها؟ مو أنا وأنت والمواطن الفقير جاي ياخذ الدولار ب 1300، المواطن الآن يروح ب 1550 ما محصلة. هاي الطبقة اللي قاعد تاخذه ب 1300 هي اللي قاعد تسوي غسيل أموال، وهي اللي قاعد تهرب إلى دول الجوار وخارج المنصة الإلكترونية اللي بالبنك المركزي. إذا أنت ما عالجت المشكلة.